بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أنا لست بعالم لكي أرد على العلماء، ولكن حينما تبدر فتوى خطيرة من علماء في المجلس العلمي وحتى المجلس العلمي الأعلى، يعني إذا كان عضو في المجلس العلمي الأعلى ويفتي بهذه الفتوى، ثم وفين في برنامج يسألونك، وفين في قناة محمد السادس، ولم يرد علي أحد من علماء المغرب، أنا أضطر لكي أتحدث، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفتى هذا العالم في برنامج يسألونك على قناة محمد السادس على أن فلاحة الحشيش جائزة، وقال عن الحشيشة إنها نبتة حلال وطاهرة وثمنها حلال وكراء الأرض من أجل ذلك حلال. الله. ثم قال في الفتوى: إذا كان هناك ضرر فيها، يعني عادي يشك واش كيتضرر ولا، إذا كان وثبت أن هناك ضرر فولي الأمر هو من له صلاحية تقييد المباح. يا ربي واسم نقولوا، يا ربي واسم نقولوا، يا ربي ماذا نقول، يا ربي يا ربي ماذا نقول، يا ربي ماذا نقول. يقول لك علاش تهدر؟ هل يمكن للعلماء أن يسكتوا على مثل هذه الفتوى؟ خليني تقنن الحشيش ولا ما تقنش، الدولة ذاك الشيء شغلها وتحمل مسؤوليتها بين يدي الله. أنا أقول العالم، أنا عشت في تلك الأرض التي كان يحرث فيها الحشيش، كنت معلما وكنت أخطب على المنبر في أولئك الذين يزرعون الحشيش، ويقول لأحدهم: والله إننا نعلم أنها حرام ونرى أثرها الخطير على أولادنا، وأن الأرض التي سرنا نزرع في الحشيش حرمنا من العسل ومن النحل ومن الخيرات التي كان يصبها الله علينا صبا صبا، وإنك حينما تذكر ذلك لو فتحت الأرض فمها لدخلت في حياء، لكن بمجرد أن أضع القدم الأولى خارج المسجد يأتيني الشيطان يقول: هذا راه يخور عليكم، هذا فقيه، ما صابهاش في السجن، فأعود إلى حالتي. أنا اللي عشت فما يا سيدي، أنا رأيت خطر ذلك يا سيدي، أنا عشت مع أولئك الذين جنوا فقدوا عقولهم، أنا عشت آلام العوائل التي فقدت خيرة شباب الأمة. درك هذا فين راهم عايشين؟ هذو المسألة الثانية، قولوا الله يخليكم، هل في علماء الأمة من أجاز بحلية الحشيش والقنب الهندي؟ قولوا لي الله يرحم والديك، زراعة وتناولا واستهلاكا وبيعا. قولوا لي غير عالم واحد في المغاربة، قولوا لي غير عالم واحد. ياك حتى الدخان حرمته المجامع الفقهية لضرره، لأنه يصيب الكليات الخمسة: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هذا الدخان. فكيف بالحشيش الذي يخرب عقول الناس، متوجه إلى العقل البشري مناط التكليف؟ يا أخي رأيت كيف أن شبابا في عمر الظهور يجوبون الأرض والطرقات غيد ذهابا ومجيئة تنزيد، وشعر طويل وأسنان ساقطة وهلوسات لا حول ولا قوة إلا بالله. لو غيرك قالها، لو أنها صدرت من غير المجلس العلمي، من أطر المجلس العلمي، ولو لم يسكت أبدا علماء المجالس العلمية، لو لم يسكتوا، هذا خراب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أنتم لستم محتاجين لكي أقول لكم ذلك حرام،
فإن الإمام ابن تيمية وإمام آخر قال حرمتها أشد من حرمة الخمر، وقال كلاما آخر لن أقوله ولن أسجله. واسمعت سيدي، عودوا إلى فتاوى العلماء. ما أسكر كثيره فقليله حرام. كل مسكر حرام. هذا اللي سكر يا وزير، هذا ما يسكرش واسمه يدير. وكل مفتر حرام، الذي يصيب الإنسان بالفتور. كل مسكر وكل مفتر حرام. كل أداة استغراق. الحشيش والهيروين والكوكايين، وراكم تشوفوا اسمه راه وقع في ترويج هذه المصائب. وراكم شفتوا بعض الدول كانت تتخذ إجراءات صارمة وعقوبات رادعة زجرية لمن يتاجر فيها. وعلاش هي أصلا منين حلال؟ علاش راها ممنوعة؟ لكي تروج هكذا عبر في الصفقات التجارية الدولية. علاش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فهي تصيب الدين، لأن اللي غادي يكمي الحشيش ويتوالفوا سيكون مدمنا لتعاطي الحشيش. والإدمان يوصل الإنسان إلى ما يشبه عبادة تلك العشبة اللي اسمها عشبة، تلك العشبة لاحتياج الجسد إليها. لأن الدم حينما يصاب بالإدمان يطلب ويلح. كان عندنا المركز تاع المخ يرسل إشارات قوية للجسم بأنه محتاج يا أخي لهذا، فيصاب بالتوترات والأعصاب وكذا ويقول لهم أعطيوني، لا ما أعطيتونيش. راكم تشوفوا كاين اللي مشى واسمه دار الوالدين تاعو من أجل أن يحصل على المال لكي يشتري هذه المصيبة. هذا الدين مشى. واش إنسان يدعي للدين ويفتي بحلية ما يقضي على الدين؟ لا عقل هو مناط التكليف. اللي ما عندوش العقل راه ليس مكلفا بالشرائع. هو هذا كيمشي لهذاك الشيء. يضرب شكون الكلية الثانية؟ يضرب اسمه يضرب النفس. معناها ان الصحة نتاع الانسان كتكون في تدهور مفتر. رحنا شاهدنا ذلك، رحنا عايشين في البلاد نتاعنا ورحنا شايفين يا سيدي، وانا عشت معاهم. هذه الصحة النفس. وزيد الثالثة العقل راح نذكرنا، والرابع العرض. وليداتك انت ان شاء الله تبارك وتعالى، هل ستكون قدوة حسنة لأولادك إذا كنت متزوجا؟ هل ستعطي صورة طيبة إذا لم تكن متزوجا على عائلتك وعلى والديك؟ ما غاديش تجيب لهم والعياذ بالله السب العرض ديالك. الله يدير لي ربك. والعائلة ديالك الكبيرة كاع يقولوا ذاك القبرة ديال الناس الفلانيين، هكذا احنا بغينا. أما المال فحدث ولا حرج. الإنسان ما عندوش باش ياكل ويمشي، يتسلف باش يشري هذاك الشيء، يبيع كسوته. والله إن الأمر غريب. أنا لا أعرف هذا الشيخ يعني كيف يعني قال هذا الأمر ببساطة. والله لا عجيب هالشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد ذلك الاستدلال الطبي، يعني أننا إنما نفعل ذلك لاحتياج المجال الصحي والطبي للمخدرات بحال المورفين وكذا. أيوة، هل بإذن الله تبارك وتعالى هذا الاستعمال الطبي واش هو موسع ولا مضيق؟ هو في أضيق المجالات. واش نحتاجوا نزرعوا كاع هذا الشيء كل شيء؟ الطب يحتاج المسألة بسيطة جدا. شحال 10 كتارات كاع في المغرب ولا 5 كتارات ولا شحال؟ وحنا نشرعنوا للناس لا حلال وبيعوا وشريوا. وقال لك حتى يجوز حتى الزكاة في لقاء آخر قال لك الزكاة نتاع الحشيش تجوز الزكاة نتاع الحشيش لأنه حلال. هو نفسه. الله أكبر. إذن فالاستدلال بقضية الاحتياجات الطبية هذا أمر مردود على صاحبه، لأن الشاذ لا يقاس عليه، والشاذ يؤكد القاعدة كما يقول الأصوليون. القاعدة هي الحرمة والضر، ولا ضرر ولا ضرار، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هنالك استثناءات مسائل طبية هذا مسألة شاذة
اضطررنا للاحتياج إلى هذه المادة في المسألة الفلانية، ولو وجدنا عوضا عنها ما لجأنا إليها. ولو اجتهدت المختبرات لوجدت طرقا أخرى للتخدير بدل الاعتماد على هذا، حتى نسد بابا عظيم كاسمه سد الذريعة، حتى نسد الأبواب في وجه من يريد والعياذ بالله أن يتوسل بقضية الاحتياجات الطبية لكي يفتح الباب على مصراعيه ليشرعنا والعياذ بالله الحشيش. هذا ايش الشيء هذا؟ ما هذا يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن زراعة الحشيش والعياذ بالله بهذه الكيفية وبهذا المقدار وانتشاره عياذا بالله على مساحات كبيرة وغزوها لأسواق كبيرة، أعوذ بالله، الأولى أن يفتي العالم العارف بواقع أمته المدرك لمآلات الفتوى. راه حاجة قاعد تكون حلال، ولا كانت المآلات نتاعها والعياذ بالله ماشي حتى لتما راهي منحة. سيدنا النبي اش كيقول في الحديث؟ لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لأمرت إعادة الكعبة، بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. يعني شوف المآل، لو كان ما خفتش هذا القول ديالك قريش اللي هي حديث عاد حديث عهد بالجاهلية عاد كيسلموا، لو كان ما خفتش أنهم والعياذ يفتنون القضية نتاع مسألة لأعدتها، ولكن المآل لو كان عودها واش بغا يدير؟ مازالوا مع حديث عهد بالجاهلية، يمكن والعياذ بالله يديروا شي حاجة ماشي مزيانة وتوقع فتنة، نخليها هكذاك والكعبة خصها تولي. ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا، لأن المآل ديال الحكم يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات، إلى مشاكل حنا في غنى عنها. هذه واخا تكون حلال واخا مباحة، هذا حرام، هذا حرام. لم يقل أحد بحليته، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المباح الذي يقيد ينبغي أن يكون مباحا، أما هذا حرام وهو والعياذ بالله عين المفسدة، هو مفسدة بذاته، هو بذاته. كيفاش يكون المباح هو مفسدة؟ وأما مآلاته فأنتم تعرفون المآلات، النتائج التي تؤدي إليها تعاطي المخدرات. إذا كنتم لا تعرفون فابحثوا واسألوا، اسألوا العوائل، اذهبوا إلى تلك المناطق، سألوا الناس. أنا حينما كان يسألني أولئك الذين يزرعون قلت أقول لهم حرام، طبعا حرام. فما اعترض على هذا أحد، قالوا نعم والله إنه حرام ونعرف أنه حرام، لكن المال أغرانا. ومن اللي داروا شي مال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أنا ليس عياذا بالله قصدي هو أن أثير موضوعا لمجرد إثارته، وما كنت أريد من داخلي أن أرد أنا، لأن هذا الأمر ينبغي أن يرد عليه العلماء وفي القناة نفسها، لأنه ينتمي إلى أسرة ديال العلماء، وهو رئيس مجلس علمي، رئيس مجلس علمي. والله العظيم إنني الآن يعني أريد من العلماء أن يتحدثوا. يا أخي أنا أرفع هذا الملتمس إلى المجلس العلمي الأعلى وإلى المجالس العلمية، يقول للشعب المغربي بعد أن سمع هذا الفتوى لمآلاتها الخطيرة، يردون إن كانوا متفقين فليقولوا لكي نعرف ونسكت ونلزم الصمت، وإن كان غير ذلك فلا يترك الأمة نهبا لمثل هذه الفتاوى. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وصلى الله على حبيبنا محمد.